الوصول الجميع من ساهم لا ماديا ولا معنويا ولا بالجهد ديالو في انجاح او في نجاح هذا اللقاء وجمعنا كاملين. الفكره اللي بغيت نوصلها هي انه الان بعد هذه المعاناه الشديده ديال الجاليه منذ سنين، وكاين اللي رحل عند الله سبحانه وتعالى الله يرحمهم واللي مازال كيناضلوا، حنا الان كاين شباب اللي باقين عندهم واحد الامل في البلاد، وهاد الشباب حنا ما خصناش هاد الشعله اللي فيهم الطفاء، خصنا نحاولوا ما امكن باش ان هاد الشعله تبقى، باش يبقاو متشبتين بالبلاد ديالهم. وكما جاء في التقرير ديالكم بان هاد السنه كانت سنه قياسيه بالنسبه للولايات الماليه ديال الجاليه المغربيه في المغرب، وحنا كان من اكبر الجاليات اللي متشبته ببلادها وكتساعد البلاد ديالها، هذه مساله. فاحنا مورا هذه القضيه ديال الكوفيد عانينا عناء كبير وشديد، والجاليه عانت بزاف من خلال، وما كاينش لا احزاب سياسيه لا مؤسسات مغربيه اللي ساعدتنا ولا عاونتنا. الناس كانوا كيموتوا وكيبقاو في المشاريح اللي فريقوا مده شهرين 3 شهور 4 شهور. علاش؟ لان كتقول الطفل او البنت دفني باك، كتقول لك لا انا با عطاني عهد على اساس ندفنو في البلاد مع جدودي ومع فهذه معاناه كانوا يعانوا فيها. فلهذا هذه المؤسسات المغربيه اللي ما خصنا تعاود تراجع الحسابات ديالها قبل ما يفوت الاوان، وقبل من هاد الشباب اللي وقع لهم هذه المشاكل انهم ما يبقاوش عندهم حتى اتصال وحتى علاقه بالمغرب وبالوطن. وشكرا لكم. شكرا.